السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة كويزين تودان. نتمنى ينال اعجابكم. الوصفه ديال اليوم غنحضر معكم لانش بوكس للمدرسه بالنسبه للوليدات اللي تيتغطاو في المدرسه. صحي، ما كاين ما احسن من الماكله ديال الدار. فبقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. في مقله غندير شويه ديال الزيت وغنضيف بطاطا اللي قطعتها طرف صغار. بالنسبه للبطاطا وجدتها من الليل حيت غتاخذ ليا الوقت في الصباح. قطعتها ودرتها في اناء وغطيتها بالماء هكا ما كيكحلش البطاطا. هكا تندير لاي حاجه غتاخذ ليا الوقت في الصباح، اولا ممكن نوجدها من الليل، يعني الا وجدتها ما تيوقع عليها والو راه تنوجدها من الليل. غنخلي البطاطا طيب على عافيه تكون متوسطه، وغنبقى نحركها حتى تحمر من الجوانب. وفي مقله اخرى درت شويه ديال الزيت البلديه، غنضيف ليها شويه ديال الكفته وحبه ديال الجزر وكورجيطه محكوكين اولا دوزيهم في الهشوار. غنضيفهم على الكفته. صافي بعد ما طابو غنضيف ليهم حبه ديال الفرماج، اي نوع متوفر عندك في المنزل. بالنسبه للكميه انا هنايا درت غير 2 وجبات، يعني درت كميه قليله. صافي درت ليهم فرماج، يعني طفيت على البوطه وزدت فرماجه وشويه ديال الربيع. وبالنسبه للتوابل درت شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. على ما طيب الفريت دزت باش نوجد ليهم داكشي اللي غنرافق ليهم مع الغدا. درت شويه ديال الخيار مقطع وشويه ديال الباربه طيبتها البارح في الليل وخليتها حتى الصباح عاد قطعتها. وبالنسبه للديسير درت ليهم شويه ديال التفاح. وباش ما يكحلش ليكم بعد ما تنقيوه غديروه في ماء بارد مثلج 1 دقيقه راه تيبقى كما هو. صافي بعد ما الفريت وجدات غنديرها في اناء وغنضيف ليها ديك الكفته مع الخضره، وغنضيف شويه ديال الفرماج حمر، وغنضيف 4 ديال البيضات، البيض على حساب الكميه اللي غتوجدوا. خصكم تحصلوا على خليط يكون القوام ديالو بهذا الشكل هذا. صافي هنايا غنستعمل 2 مقالي، مقله صغيره اللي غنشكل بها الشكل والحجم ديال التورتيه، وفي المقله الاخرى غنبقى نقلب فيها اللي طابت من التحت بحال هذه الطريقه هذه باش نوجدهم دغيا ما ياخذوش ليا الوقت بزاف. وإلا عجبكم غديروها بحجم كبير وغتقطعوها على حساب اللي بغيتو. صافي غنستمر بنفس الطريقه تنساليهم كاملين. الا عجبكم بحال هاد لي فيديو هادو كتبوه ليا في التعاليق باش ان شاء الله نزيد نحط لكم وصفات ديال لي لانش بوكس للمدرسه، باش هكا يكونوا عندكم افكار وكل مره تنوعوا لوليداتكم. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، جاو اكثر من رائعين ولذاذ وصحيين. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.